سلام، ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا لاباس وانتم تشوفوا في هذا الفيديو اللي هما اللي تعجن لها الروز تاعها ويجيها معجن شويه في بعضه. عليكم على هذا الفيديو، عندنا هنايا خطوه مهمه في الروز تاعنا لازم نديروها باش يجي كل حبه وحدها ويجي بنين ويجي هايل. تابعوا الفيديو حتى الاخير باش تشوفي كامل الخطوات. قبل هذا ما تنسوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس يوصلكم جديد. نقولوا بسم الله. اول خطوه اللي هي مهمه في الرز، لازم نحطوا الرز تاعنا الكميه اللي حديريها حطيها في ماء دافئ، غطيه كامل وخليه حتى يولي ابيض، وغسليه وعاوديه شحال من مره حتى يوليكم تشوفوا فيه يولي ابيض ويولي الماء تاعو صافي كامل. ومن بعد نشفوه في كسكاس ونخليوه يقطر حتى ينشف. هنايا الوصفه تاعنا تاع اليوم حندير الروز تاعي باللحم. هنايا اللحم تاعي انا حنقليه نحمرو بك ونخليه باش يطلق لي هذاك الليدام اللي باش يجيني الروز بنين. انا هنايا قليته وحمرته مليح، يعني خليته هكا يتحمر مليح في هذاك الزيت باش غير بك يدي لي هذاك البنه تاع اللحم. من بعد حطيت عليه هنايا حبه تاع بصل، نكون قطعتها ما نرابيهاش، نقطعها مربعات صغار. عندي تاني فلفل طرشي، عندي زروديه وشويه تاع جلبانه، نقطع كلش رقيق. زلهم هنايا الثوم حشيش ونخلي هذو يتقلاو مليح مع بعضهم على نار قليله. من بعد هذاك الطرف تاع اللحم تاعي اللي كنت قليته هكا غير شويه غير يتحمر لي مليح من الفوق، هنايا رحت خليت شويه من البصل تاعي اللي كنت قطعته رقيق، زدت عليهم هنايا شويه تاع الثوم. هنايا لي زيبيس عندي في الاحمر وفي الكحل وشويه تاع كزبر، زدت لهم شويه حشيش. هنايا درت حوالي غير شويه تاع زيت باك واحد المغرفه باش باك يتلم لي هذاك، يتخلطوا لي هذوك لي زيبيس مع البصل. هنايا زدت شويه تاع صوص صوجا، اللي ما عندوش ماشي لازم يديرها. هنا الفيديو فيه بزاف اليوم اليدين. من بعد هذيك الخليط تاعي هنايا نحكم هذاك اللحم تاعي، نحاول نقطعه ما نقطعوش حتى الكامل، يعني نديرو هكا شقات باك باش يدخل لي هذاك لي زيبيس تاعي لداخل اللحم تاعي هذاك، ما نقطعش حتى لتحت، شغل ندير جيوب هكذا برك. هنا صراحه انا كنت حنديرو في الفخار هكذا ونحطو في الكوشه مي يطول شويه في الطياب تاع الفخار. هنايا من بعد وليت درتو يفور، فورتو برك. نحطو اللحم تاعنا هو الاول ومن بعد زدت عليه هذيك الخلطه اللي كنت درتها بالبصل ولي زيبيس، نفرخها كامل من الفوق ونحاول ندخل هذاك اللحم تاعي هذيك عفوا البصل تاعي شويه لداخل هذوك الجيوب اللي كنت درتهم. هنايا نسيت الملح، نسيته في الاول. ما يتقولكم ديروا لايك. هنا بعد زدت لهم عرفه تاع زعتر، نحاول نغلفهم مليح هذاك باش ما تخرجليش لاصوص تاعي ونديه يفور. هنا نخليه يفور حتى يطيب كامل، باسكو مش حنزيد نديرو في الماء ولا والو، خلاص مش عايز نحطو داخل لاصوص. بعد هنايا كي تقلاو لي مليح هذوك الخضره تاعي، رحت زدت لهم شويه تاع فلفل كحل، فلفل احمر وكزبر وشويه تاع طماطم وزدت لهم ملح. نحاول نقليهم هكا غير شويه باش ما يتحرقوليش هذاك الفلفل. ومن بعد هنايا زدت الماء يكون دافي. هنايا نمرق بشويه زياده باسكو باش يطيب لي هذاك البصل والزروديه قبل باش ندير اللوح الروز تاعي. هنايا كي نشوف الزروديه تاعي والجلبانه بداو يطيبوا ولا طابوا، باسكو الرز ما يطولش بزاف ويطيب، يعني كل لوحه دوكا مع هادو ما كاين اللي يديرها ديريكت ما فهمتش، يجيب الرز داك طايب بزياده ومن بعد يتعجن.
هنايا قلت لكم كي نحيوه مع داك الماء نحاولوا انه نقطروه مليح ونلوحوه في هذيك لاصوص، ونخليو على نار تكون قليله كامل حتى يتشرب لي هذيك لاصوص تاعي ويطيب بعقلو باش ما يتعجلناش. كون تزودوا للغاز رايح يتعجل. هذه هي الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله ربي تعجبكم وتجربوها. في الاخير نبقى لي نقول لكم سلام، تلقاو فيديو جديد ان شاء الله. ما عليكم غير لايكي بارطاجي كومونتي. سلام.